صباح الخير يا مصطفى. صباح الفل يا سماح. انا جهزت لك الفطار يا مصطفى جوه. معلش بقى يا مصطفى، اصل انا اتاخرت على الشغل وعايز امشي. وانت ايه اللي اخرك النهارده كده يا سماح؟ معلش بقى يا مصطفى، قلت اما احضر لهم قبل ما امشي. ما انت عارف ان النهارده اليوم قبض المرتب، وبتبقى الدنيا زحمه وبتاخر. وغير كده كمان بعدي على اولاد اخويا اشوفهم. انت برضه لسه بتروح لهم يا سماح؟ اه طبعا يا مصطفى، اعمل ايه؟ ما هو من بعد ما اخويا ما مات محدش هيسال عليهم غيري. انا شايف ان مرات اخوك بتشتغل وغير كده بيطلع لها معاش من ورا اخوك، يعني المصاريف تكفيهم. ازاي يعني يا مصطفى؟ وبعدين انا ما بديهاش مبلغ كبير يعني. ده هم يا دوب 2000 جنيه، اه نوايا تسند الزيت. وبعدين ما تنساش يا مصطفى، مش عيل واحد، ده معاه 3. خلاص يا سماح، ربنا يجازيك على فعل الخير. يا رب يا مصطفى. فاني بقى النهارده لو اتاخرت شويه ما تقلقش عليا، عشان هخلص الشغل وهقبض واعدي عليهم اشوفهم. ماشي يا سماح، بس برضه حاول ما تتاخريش وخلي بالك من نفسك وانت ماشي. ان شاء الله يا مصطفى، حاول ما اتاخرش. يلا سلام. لا حول ولا قوه الا بالله، اعمل ايه؟ عمال اتبعزق في المرتب. حاضر يا اللي بتخبط، انا جاي. اهلا اهلا يا سماح، اخبارك؟ اهلا يا حبيبتي، اتفضلي تعالي خشي. ازيك يا علا؟ عامله ايه واخبارك ايه؟ والعيال عاملين ايه؟ طمنين عليهم. الحمد لله يا حبيبتي، والله كلنا كويسين. اقعدي يا سماح، مالك واقفه ليه؟ امال العيال فين يا علا؟ مانيش شايفاهم يعني. ما انت عارفه يا سماح ان هما في المدرسه، وبعد ما يخلصوا من المدرسه هيطلعوا على الدروس. يعني لسه على بال ما يخلصوا الدروس ويجوا على آخر النهار كده البيت. أنا باجي طبعا الأول عشان أحضر لهم لقمة. آه يا حبيبتي، ربنا يعينهم ويقويهم يا رب. خدي يا علا، دي الفلوس بتاعك كل أول شهر. ملوش داعي يا سماح، والله مرتبي على معاش أخوك خالد. الحمد لله مكفينا وماشي. اوعي تقولي كده تاني يا علا، دول مهما كان ولاد أخويا برضه. ولو أنا ما سألتش مين اللي هيسأل؟ بس انت على الحال ده يا سماح بقالك 6 شهور، من ساعة ما خالد ما مات يا سماح. اوعي تقولي كده تاني يا علا، انا لو بايديا اديكي اكتر والله ما هتاخر. تسلمي يا حبيبتي، ما نحرمش منك ابدا. يلا بقى انا هسيبك بقى وامشي، عشان اروح تلاقي مصطفى قاعد في البيت دلوقتي مستنيني عشان اجهز له الغدا. والعيال كمان هتلاقيهم خرجوا من المدرسه مستنيين. ليه كده يا سماح عايزه تمشي؟ ما تقعدي تتغدي معايا، ده حتى العيال قربوا يجوا. معلش يا حبيبتي، يوم تاني ان شاء الله هبقى اعدي عليكم. بس اهم حاجه سلمي لي على العيال كتير قوي، وخلوهم يكلموني في التليفون يا علا. حاضر يا حبيبتي، من عينيا الاتنين. مساء الخير يا مصطفى. ايه وانت راجع من بدري ولا ايه؟ ايوه يا ست هانم، راجع من بدري وبطني خلاص ما عدتش قادر من كتر الجوع. معلش يا مصطفى، انا كده كده مجهزه الاكل. يا دوب الاكل على الفينش يا مصطفى، 5 وتلاقيه قدامك. هو انا لسه هستناك لما تفنشي؟ معلش يا مصطفى، غصب عني. المواصلات كانت زحمه قوي يا مصطفى، وبعدين هو ده اليوم الوحيد اللي بتاخر فيه. طب والله علا كمان مسكت فيا عشان اتغدى معاها وانا ما رضيتش، قلت لها لا مصطفى مستنينا هو والعيال. الا العيال جم من المدرسه ولا لسه؟ لا لسه يا اختي، يلا بقى خش حضري الاكل واعمل حسابك انا مش هستنى حد، انا بقولك مش قادر، انا جعان، خلص يلا. يا ساتر عليك يا مصطفى. الام مسكت فيها وما رضتش تاكل يا شيخه روحي. ايوه انا جايه، هو انا واقفه ورا الباب. اهلا يا سماح، اتفضل يا حبيبتي. ايه يا علا، هو انت ما كنتيش فاضيه ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده يا علا، هو انت غيرت عفش البيت ولا ايه؟ اه سماح، انا غيرت عفش البيت كله. ما تيجي اما افرجك على الحاجه اللي انا جبتها. تفرجيني على ايه؟ تعالي بس اوريكي. تعالي اتفرجي، ايه رايك يا سماح؟ بس تقولي لي ايه رايك بصراحه. اقول لك رايي بصراحه في ايه؟ هو انت حتى اوضه النوم غيرتها يا علا؟ مش اوضه النوم بس يا سماح، انا غيرت كل الشقه، غيرت ديكوراتها كمان. ايه انت ما انتش ملاحظه ولا ايه ان انا غيرت الشاشه والتلاجة وكل حاجه؟ ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله. ليه عملت كده يا علا؟ الحاجات دي برضه من ريحة اخويا. ما انا عملت كده عشان فعلا من ريحة اخوك يا سماح، وكل حتة في الشقة بتفكرني بيه. فانا بصراحة حبيت اغير عشان نفسيتي تتغير شوية. سماح، يا سماح رحت فين؟ حتى الشاشة غيرتها يا علا. يا سماح، ايه في ايه مالك؟ ماليش يا علا، بس اخويا صعبان عليا، كان نفسي يبقى عايش ويتمتع بكل الحاجات دي. طب هنعمل ايه يعني يا سماح، امر ربنا. بيتهيألي ان انت ما كنتش غيرت حاجة يا علا، وكنت سبت الفلوس هتنفع لعيالك. ده لسه قدامهم المشوار طويل. انا نفسيتي تعبانة يا سماح،
حس بيه، انا مانيش قادرة استحمل. حبيت اغير من نفسيتي شوية. خالد كان كل حاجة بالنسبة لي، ولما راح كل حاجة في الشقة بتفكرني بيه. ماشي يا علا ماشي، الله يعينك ويعيننا. خد يا علا الشهرية اهي عشان الحق امشي. في ايه يا سماح مالك؟ كل ما تيجي من الصربع ما تقعد معايا شوية. معلش يا علا معلش سيبيني. خد الشهرية اهي وسلمي لها على العيال كتير. مالك كده يا سماح؟ زعلت ليه واتغيرت ليه؟ هو في ايه؟ مفيش حاجة يا علا، مبروك عليك الحاجات الجديدة. لا حول ولا قوة الا بالله. هي زعلت لما شافتني غيرت العفش ولا ايه؟ طب انا اعمل ايه؟ ما هو اخوها مات، هي يعني لو فكرت تغير حاجة في شقتها حد هيلومها؟ ولا انا اللي لازم اقعد في نكد؟ الواحد بس يعمل ايه يا ربي؟ مش كفاية اللي جرالي؟ يعني عليك يا اخويا مت بدري بدري. يعني عليك يا اخويا يا حبيبي. اخسى عليك يا ولا كده برضه تحش كل حاجة اخويا جابها وعمل ايه. تمحى اخويا وذكريات اخويا من الشقة؟ معقولة بالسهولة ديت اخويا يتنسى كده؟ هو وحاجته وذكرياته. يا علا وجعت اوي قلبي النهاردة. ما كنتش اتوقع منك ان انت تنسى اخويا بالسرعة دي. ايه ده مالك يا سماح بتعيطي ليه؟ مفيش يا مصطفى، انا متضايقة شوية. طب عرفيني مالك، في حاجة حصلت في الشغل؟ لا يا مصطفى الشغل كويس الحمد لله. طب ما تنطقي يا ست، انت غاوية تقلقيني وخلاص، مالك بتعيطي ليه؟ تصدق يا مصطفى ان انا رحت العلا زي ما بروح لها كل شهر عشان اديها الشهرية؟ الاقيها عاملة ايه؟ ايه عاملة ايه انطقي؟ اوعي تقولي انها اتجوزت. اتجوزت انت كمان؟ اهو ده اللي كان ناقص. الله، امال عملت ايه؟ تصور يا مصطفى لقيتها مغيرة عفش البيت كله. عفش البيت كله ازاي يعني؟ مغيرة كل حاجة في البيت يا مصطفى، العفش والأجهزة الكهربائية. لا وجايبة شاشة أكبر من اللي كانت عندها بكتير أوي. شفتي وانت ما سمعتيش كلامي، قلت لك اتنصح وما عدتش تديها ال 2000 جنيه. هي معاها مرتبة وغير كده معاش اخوكي. قعدت تقولي لي لا دول يتامى، دول ولاد اخويا، ده لازم اروح اديهم. شوفي بقى يا شملولة هتعملي ايه، كل الفلوس اللي انت اديتها لها هتروح عليك. اهو اللي انت اديته لها اخدته وكملت عليه وجابت اجهزة وعفش جديد لبيتها. اقول ايه؟ ما انت ما بتفهميش، كنت خليت الفلوس لعيالنا. احنا عيالنا اولى طبعا. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنت كل اللي يهمك الفلوس؟ وهو انا هيهمنا حاجة تانية يا سماح؟ ما هي المسألة كلها مسألة فلوس. لا يا مصطفى أنا صعبان عليا أخويا، وصعبان عليا إن هي ضحت وباعت كل حاجة من ريحته. هل كل ده مش من حقي؟ أنا حاسة إن أنا قلبي وجعني أوي يا مصطفى. يعني قلعت الأسود وغيرت لألوان بعد ما مات بشهرين تلاتة، وبعد 7 شهور ده أنت شايف جددت البيت كله. لا ورجعت تقول لي أصل نفسيتها تعبانة ونفسية الولاد، وبتقول له اهو بنغير من نفسيتنا. وانت جاي تكلمني في المرتب والشهرية اللي انا بديها لها هي واولاد اخويا؟ انا غلطان ان انا خايف على فلوسك يا سماح. انا بقول ولادك اولى يا ست، اعملي بهم جمعية، شيلهم على جنب، حتيلك اي حاجة حتي ده. مش انت تديها وهي تروح تصرف وتظبط نفسها. بصراحة يا سماح تفكيرك مش عاجبني خالص. ازاي يا مصطفى؟ ده مهما كان ولاد اخويا. انت عارف اخويا خالد كان بالنسبة لي ايه؟ ده كان اخويا وابويا وعمي وخالي وكل ما ليه. يا سماح والله فاهم الكلام ده كله، الله يرحمه، انا عارف ان هو كان عزيز عليكي قوي. ممكن تعملي بالفلوس دي صدقة على روحه، اهو تنفعه في الاخرة. وبصراحة كده يا سماح انا شايف ان مرات اخوك دي مش محتاجة مساعدة. ده بالعكس، ده ظروفها احسن مننا احنا. وانا من رأيي يا سماح انك توقف ال 2000 جنيه. ولادك اولى بيهم. وادي انت شايفة ان معاها اهو وربنا رزقها. طب ازاي يا مصطفى؟ ولو قابلت ولاد اخويا هيقولوا ايه؟ عمتي ما بتسألش علينا؟ يعني معقول ما هروحش اسلم عليهم؟ طب ازاي؟ طب وهي هتقول ايه لما انا اوقف الفلوس؟ بقول لك يا سماح ما تاكليش دماغي انت ومرات اخوك. اللي انت عايزه تعمليه اعمليه. انا قلت لك رايي. يلا بقى روحي حضري لي الاكل لاني جعان قوي. ايه المخ ده عمال افهم فيها وهي مش عايزه تفهم. اعمل ايه واتصرف ازاي؟ حد يقول لي بالله عليكم. انا محتارة اسمع كلام مصطفى واوقف ال 2000 جنيه، ولا ان هي لما غيرت العفش حاجة ملياش دعوة بيه وحاجة ما تخصنيش اصلا. انا بس كل اللي وجعني اخويا الله يرحمه، ان هو ساب كل دوتي وهي ما قدرتش تعبه ولا قدرت اي حاجة، ولما مات نسيته وباعت كل حاجة ذكرى له. وهي بصراحة استعجلت قوي على اللي هي عملته ده كله. وبصراحة أنا خايفة أتفاجئ بعد كده إن هي جاية تقول لي إن جاي لها عريس. ساعتها أنا هعمل إيه؟ معقول هتكون الفلوس اللي أنا اديتها لها دي كلها عشانها
تعمل شقة وتجهزها لعريسها الجديد؟ بالله عليكم قولوا لي اعمل ايه؟ اوقف ال2000 جنيه ولا ادهم لها؟ واعتبر ان الفلوس دي صدقة على روح اخويا وعشان خاطر ولاد اخويا، ولا ايه الحل؟ قولوا لي، انا عاوز حل. مستنية رأيكم. يا ريت كل واحد يقول لي اعمل ايه. يا اماني، يا اماني انت فين؟ انا ويا صلاح قاعدة. هو ايه اللي قاعده يا اماني؟ انت لسه ما قمتيش وضبط لي الفطار؟ قال لا، ما انت عارفه ان انا متاخر على الشغل وعايز امشي. معلش يا صلاح اعذرني، مش قادرة اقوم خالص والله. مش قادر ليه يا اماني؟ خير مالك؟ مش عارفة يا صلاح، انا كنت نايمة كويس، الظهر اخدت برد ولا حاجة. طب قومي معايا يا اماني، نروح مستشفى ولا الدكتور نطمن نشوف مالك. لا 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 يا صلاح، سيبني شوية هبقى كويسة، ولو فضلت تعبانة اتصل باختي ونروح لأي دكتور. روح انت يا صلاح، انت متأخر على الشغل ومش عاوز اعطلك اكتر من كده. طيب يا اماني ماشي. طب انت ما حضرتليش الفطار؟ لا ودي تيجي حضرته لك يا صلاح، حطاه بره على السفرة. طيب خلاص، خليك انت مرتاحه وانا اروح افطر انا. ماشي يا صلاح، انا هريح شوية على بال ما اروح لاختي او اتصل بها هي تجيلي. ماشي يا اماني تمام، خلي بالك من نفسك وطمنيني، شوف انت هتعمل ايه. اه. اه يا معدتي، معدتي تعبانة اوي. يا رب مش قادرة، تعبانة تعبانة، الوجع جامد. اه لا ما بدهاش، انا هتصل باختي عليا زي ما صحت من النوم وهتصل بها تجيلي ونروح لاي دكتور، ما عدتش قادرة، عايزة ارتاح من المغص ده. الو، ايوه يا علا. ايوه يا اماني يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله يا علا، انا كويسة. مال صوتك يا اماني، في ايه؟ انت متخانقه مع صلاح ولا ايه؟ لا يا حبيبتي مش متخانقة ولا حاجة، بس تعبانة أوي يا علا، حاسة إن أنا من ساعة ما قمت من النوم وأنا بطني بتوجعني وتعبانة أوي، وحاسة بحاجة غريبة كده. أنا كنت نايمة كويسة. لحسن تكوني ما شاء الله حامل يا اماني. أنا مش هعلق نفسي تاني يا علا، أنا كل شهر كنت بقول كده، وعدى 6 شهور أهو وأنا مانيش عامل. طب وايه يعني يا حبيبتي؟ حتى لو عدى اكتر من كده وربنا كاتب لك خلاص. أنا بصراحة يا علا مش عاوزة أعلق نفسي بأمل تاني، ده أنا مستنية إن أنا أبقى حامل من أول شهر اتجوزت فيه. ربنا لما بيريد يا اماني ما بيعوزش حيله يا حبيبتي. طب بقولك إيه، تعالي معايا ونروح للدكتور، أحسن أنا بجد تعبانة أوي. بقول لك ايه، انا هجيلك على البيت، وقبل ما نروح للدكتور هجيب لك معايا اختبار حمل وتعمليه في البيت، ونشوف اذا كنت حامل ولا لا. أنت رأيك كده يعني؟ اه يا حبيبتي، عشان لو ما طلعتيش حامل بلاها من الدكتور وتاخدي اي علاج للبرد وخلاص. طب خلاص يا علا، أنا قاعدة مستنياكي، بس ما تتأخريش عليا. لا يا حبيبتي، انا مش هتاخر، هلبس وانزل على طول. مع السلامة. أنا مش عارفة إيه اللي جرالي. يلا خليني بقى قاعدة مرتاحة شوية لأني تعبانة لحد ما علاقتي تيجي. أيوة حاضر أنا جاية. أهلا يا علا حبيبتي، تعالي اتفضلي خشي. إيه يا حبيبتي عاملة إيه دلوقتي؟ الحمد لله يا علا، أهو المغص بيروح وبيجي. طب خدي يا حبيبتي، أنا جبت لك الشريط أهو، خدي جربيه. يلا خدي الاختبار وخشي اعمليه، وإن شاء الله خير يا حبيبتي. ماشي يا علا حاضر، هسمع كلامك. يا رب يا رب الدورة ده يا رب. علا، خير يا أمانة، عملت إيه؟ طلعت حامل يا علا. أخيرا طلعت حامل يا علا. مش أنا قلت لك يا حبيبتي ألف ألف مبروك؟ ربنا يخليك ليا يا علا، وما تحرمش منك أبدا. عايزاك يا حبيبتي على طول تبقى مطمنة وعندك ثقة في ربنا ونعمة بالله يا حبيبتي. أخيرا الحمد لله فرحت الشهر ده. يا حبيبتي ربنا يفرح قلبك على طول ويتمم لك على خير. إيه مش ناوية تتصلي بصلاح تفرحيه ولا إيه؟ لا أنا هستنى لما يجي وبعدين أقول له. طيب يا حبيبتي على راحتك، انا هدخل بقى المطبخ اعمل لك لقمه تاكليها عشان تتغدي كده انت اللي في بطنك، واروق لك الدنيا قبل ما امشي. ما تحرمش منك ابدا يا علا، ولا منك يا حبيبتي. الحمد لله والشكر ليك يا رب. ايه ده يا اماني؟ معقوله من الصبح قاعده زي ما انت ما اتحركتيش؟ لا ازاي يعني يا صلاح قاعده كده من الصبح؟ لا قمت طبعا. لا، ما انا بقول كده برضه، الشقه نظيفه وفي ريحه اكل حلوه قوي. لا ده اختي علا، ربنا يبارك في صحتها يا رب، جت وعملت لي كل حاجه. ليه يا اماني؟ هو انت لسه تعبانه ولا ايه؟ لو لسه تعبانه قوم نروح لدكتور، احسن ما تتعبي بالليل وما نعرفش نروح لدكتور ولا نروح مستشفى. لا يا صلاح خلاص، ما انا عرفت سبب التعب. خير يا رب، في ايه؟ هو انت كان نفسك تسمع خبر حلو ايه الايام اللي فاتت؟ لا بصراحه انا كان نفسي في حاجات كتير قوي. ما تركز يا صلاح، اكتر حاجه اكتر حاجه كان نفسك فيها. ما تغلبنيش يا اماني، قولي لي في ايه. انا حامل يا صلاح. ايه ده بجد؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اخيرا. الحمد لله، ده انا كنت خلاص هتجنن والله ومش عاوز ابين لك. الحمد لله الحمد لله، الشهر ده طلعت حامل. واتاكدت يعني؟ رحت للدكتور؟ علا اختي جابت لي اختبار الحمل وعملته هنا في البيت، والحمد لله طلعت حامل.
بس هستنى اسبوعين كده زي ما هي قالت لي، وبعدين نروح لدكتور. طيب على خير يا رب، الحق بقى اتصل على ماما فرحها. ده ماما هتفرح قوي، كان نفسها تسمع الخبر ده قوي من يوم ما اتجوزنا. الو. ايوه يا ماما. ايوه يا صلاح يا ابني، اخبارك عامل ايه؟ كده يا صلاح برضه ما تسالش على امك؟ لا يا حبيبتي طبعا انا ما اقدرش استغنى عنك ابدا. انا ليا عندك خبر كنت مستنياه من زمان. قول يا صلاح، قول وفرحني. امان يا ماما حامل. والله العظيم بتتكلم جد؟ اخيرا الحمد لله. مبروك يا صلاح. الله يبارك فيك يا حبيبتي، ربنا يكمل لها على خير يا رب. بقول لك يا صلاح، طالما اماني طلعت حامل، انا عايزاك تعدي عليا بكره ضروري. ليه يا حبيبتي، خير في ايه؟ اسمع الكلام بقى يا صلاح، وما تقولش قدامها ان انت جاي لي. طيب حاضر يا ست الكل. ماشي يا حبيبي، مع السلامه، مستنياك. الله يسلمك يا ماما. ايه يا صلاح، هي قالت لك حاجه عليا ولا ايه؟ لا لا يا حبيبتي، ده فرحانه قوي، بتقولك خلي بالك على نفسك. حاضر من عينيا. الحمد لله يا رب. خير يا ماما، في ايه؟ انا قبل ما اروح الشغل قلت اما اعدي عليكي، انا قلقت قوي من امبارح. لا يا حبيبي ما تقلقش ولا حاجه. ايه يا صلاح، انت مش هتقول لي عامل حسابك على ايه؟ عشان مصاريف الميلاد وكده. والله يا ماما ما اخبيش عليك، انا شايل الهم من كتر المصاريف والحاجات اللي هتيجي، وبصراحه مش عارف اعمل ايه. انا من امبارح برضه دماغي عماله تودي وتجيب. بقول لك يا صلاح، لا انا عاوزاك تتنصح كده. اللبس بتاع العيل لما تيجي تقول لك عليه، تقول لها لا، اللبس ده على اهلك. ايه ده بجد؟ يعني اللبس على اهلها مش عليا؟ كفايه عليك مصاريف الولاده يا صلاح. المستشفيات الوقت بقت غاليه نار. هي لو جت وقالت لك على لبس، قول لها ازاي ده انت لسه عروسه. اهلك اللي المفروض يجيبوا الهدوم للعيل اول سنتين. ايه ده معقول؟ ما شاء الله اول سنتين كمان؟ ده انت شلت هم كان محطوط على قلبي. لا اذا كان كده بقى افرح بقى وما اشيلش هم حاجه، ولما اماني تيجي تولد يبقى الحلها الحلاه. ايوه تنصح كده، اوعى تبقى خايف وياكلوك وياكلوا فلوسك وشقاك. لا 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 يا حبيبتي ما تخافيش عليا، ده انا صحي له. انا خلاص الوقت عرفت كل حاجه. ربنا يخليك ليا يا ماما. ويخليك ليا يا صلاح يا حبيبي. ايه يا اماني، طمنيني، رحت للدكتوره النهارده زي ما قلتي؟ ايوه يا صلاح، رحت وجيت كده من ساعتين. قال لا مالك كده، ما طمنيني، قالت لك ايه؟ طمنتني وقالت لي ان انا حامل في ولد. طب الحمد لله يا ما انت كريم يا رب. بقول لك ايه يا صلاح، عايزين بقى باذن الله كده كل اول شهر نشتري له شويه حاجات. وبصراحه كده انا نفسي من الشهر ده انزل اشتري له. عايزه هدوم وعايزه حاجات، وعايزه كمان اجيب له بلالين زرقاء، وعايزه اظبط الاوضه بتاعته. ايه حالك، ايه اللي انت بتقوليه ده كله؟ مالك كده؟ ايه يا صلاح، في ايه مالك؟ هو ايه اللي في ايه يا امان؟ هو انت فاكراني عبيط ولا اهبل؟ ايه ده، هو انت ليه بتقول كده؟ بقول لك ايه يا اماني، انا عارف كل حاجه. انت عروسه لسه، والمفروض تكوني جايبه معاكي من بيت اهلك هدوم لسنتين قدام، لاول طفل. انا اللي اجيب هدوم للبيبي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما هي معروفه في كل الدنيا ان البيبي ابوه اللي بيجيب له هدومه وحاجته. هو احنا هنستظرف يا اماني ولا عايزه تضحكي عليا؟ ازاي جهازك ما يبقاش فيه ملابس للطفل؟ انا عمري بصراحه ما سمعت كلام زي اللي انت بتقوله ده. انت جايب الكلام ده منين والافكار دي منين؟ هو ايه اللي انت جبته منين؟ انا عارف كده، واصحابي بيقولوا له عملوا كده. بقول لك ايه يا اماني، حرام عليكم انكم تدبسوني في هدوم بتاع العيل الاولاني. والله يا اماني لو اهلك مش قادرين يجيبوا هدوم العيل، كانوا قالوا كنا نأجل الجواز شويه لحد ما يجهزوكي صح ويجيبوا هدوم العيل. ولا انتوا قصدكم تدبسوني ولا ايه؟ صلاح يا حبيبي، انت اكيد في سوء تفاهم عندك. استحاله يكون الكلام اللي انت بتقوله ده اللي الناس ماشيه بيه. والكلام ده مش اصول. وبعدين انا اخويا واختي متجوزين وما عملوش كده ولا جابوا الكلام ده. ما حصلش كده ليه؟ انا اخويا اللي جايب هدوم البيبي. لا يا حبيبتي ما تضحكيش عليا، انا مصحصح وفايق. استنى اما اشوف مين اللي على الباب. ايه ده الكلام ده؟ حقيقة انا مصدومه مش عارفه ارد عليه. معقول ايه الكلام اللي هو بيقوله ده؟ ايه ده ماما، تعالي يا حبيبتي خشي اتفضلي. ايه صلاح، في ايه؟ اجي اخبط على الباب الاقي صوتكوا عالي. في ايه يا صلاح؟ اماني يا ماما قال ايه، عاوزاني اجيب لبس البيبي. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا اماني؟ هو انت ما بتفهميش في الاصول ولا ايه؟ اصول ايه يا ماما؟ اول طفل لازم ابوه هو اللي يجيب له وينقي له كل حاجه كمان على ذوقه، عشان بيبقى اول فرحته. ليه يا حبيبتي؟ هي الهدوم هي اللي هتخلي صلاح فرحان بالعيل؟ لا بقول لك ايه، الهدوم على اهلك. ما تحمليش ابني فوق طاقته. كفايه الدكتور اللي بتروحي له كل شهر بالشهد فلان ومصاريف الولاده. يعني انت عايزه تقنعني يا حماتي ان انت جبت الهدوم لمنى بنتك؟ بقول لك ايه، لا انت مالك، انت ما تجيبي سيره بنت على لسانك. وبعدين بقول لك ايه، انا ما بحبش المقارنات. وكفايه الفلوس اللي عليه ده، عمال لحد النهارده بيدفع في اقساط يعني امه.
حق الشقة الطلاق اللي هو عاملها لك، ولا احنا الفرحة بس تبقى لأبوه والفرحة لأهلك مش موجودة؟ لا يا حبيبتي، أمك وأبوك يفرحوا بالعيل ويجيبوا له هدوم ويجيبوا له كل حاجة لحد علبة البامبرز. كمان ما شاء الله عليكم. أنا عايز أعرف انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ أنا أول مرة أسمع الكلام ده. وهو ده اللي عندنا يا أماني، ابني مش هيجيب هدوم لابنك. ابني؟ ما هو ابنه هو كمان. انت عاجبك كلام امك يا صلاح؟ ايوه طبعا عجبني، ما هي دول الاصول. وهو انا يعني عشان طيب معاكم تضحكوا عليا وتعملوا فيا كده؟ ده الكلام اللي عندنا يا اماني. واللي انت عايز اعمل ايه؟ انا ما اقدرش اروح لاهلي واقول لهم كده. انا عندي كرامه، وبعدين انا بكبر بصلاح. ازاي اروح اصغره قدام اهلي بالشكل ده؟ تصغري مين يا بنت؟ وانت بتضحك علينا؟ ما هم اهلك اساسا المفروض يجيبوا. يا اختي من يوم ما اتجوزتهم لا لقيتهم داخلين عليك بهدايا ولا داخلين عليك باكل ولا باي حاجه. ايه هم ما صدقوا انهم خلصوا منك؟ بقول لك يا صلاح، وهو اخر كلام عندي، انا مش هقدر اروح لاهلي اقول لهم حاجه زي كده. وبعدين اهلي معاهم اختي الصغيره بيعلموها في الثانويه العامه، وانا كمان ما اقدرش احملهم فوق طاقتهم لحاجه هم مش ملزومين بيها. يعني ايه يا اماني؟ يعني بتدبسيني؟ والله ابنك في وشك يا صلاح، خليه ينزل عريان. انا مانيش فارق معايا. ولا اقول لك ابقى روح اشحت له هدوم من اي حد، ولا اشحت له هدوم من اخواتك. ايه اللي انت بتقوليه ده يا بنت اماني؟ ده انت متجرأة قوي علينا. انت واخده حبايه جراءه ولا ايه يا بنت؟ زي ما انت مش عاوزه تحملي ابنك فوق طاقته، انا كمان عمري ما هحمل اهلي حاجه هم مالهمش يد فيها ولا تخصهم اصلا. ابنك مش هيروح يساعد بابا في الدروس بتاعت اختي. وفي وشكوا يا حماتي، ابني لما ينزل في وشكوا اهلك هيبقوا واقفين اول حاجه وهيشوفوا لبس العيل اللي انت جايباه. وما تقلقيش يا حماتي، انا هقول قدامهم كلهم لو اللبس شحاته هقول كتر خير فلان ادتني هدوم عشان تبان على حقيقتك، وابنك كمان يبان على حقيقته قدام الناس. ولا انت عايزه اهل اللي يجيبهم عشان تقف تتفشخر عند الدكتور وتقولي ابني اللي جاي، وكمان عشان تنسبوا حاجه مش بتاعتكوا خالص؟ وهو ده اخر كلام عندي يا صلاح، وكلامي قصاد كلامك. واديني قاعده في بيتي واللي جاي ابنك يا صلاح. يا جماعه عرفوني، هو انا كده غلطانه؟ مش المفروض لبس البيبي على ابوه؟ هو ده اللي انا اعرفه واللي كل الناس بتعمله. هو لا عايز يريح نفسه ويرميها على اهلي؟ وبعدين لما يرميها على اهلي في اللبس الله اعلم هيرميها في ايه تاني. ما ممكن بعد كده يقولوا لي خلوهم يعملوا لي اكسبوه. بصراحه كفايه ان هم جهزوني والحاجه غاليه نار. ولسه كمان اخواتي، هو انا ايه هاخد نصيبي ونصيب غيري؟ والله لو جابوا لي من نفسهم يبقى كتر الف خيرهم، لكن انا ما اجبرهمش على حاجه. وجوزي وحماتي اللي هم عاوزين يعملوا، انا مش فارق معايا حاجه. انا حامل وبقول يا رب ليه احمل نفسي حاجه فوق طاقتها؟ وبعدين اللي انا اعرفه الدنيا ماشيه كده، كسوه العيل على ابوه. انا واثقه ان حماتي هي السبب في الفكره ديت، واكيد هي لما قالت له هو ما صدق او يريح نفسه من المصاريف. يا ريت تقولوا لي اللي انا عملته ده صح ولا غلط، ولا فعلا اروح اقول لاهلي وامشي الدنيا وابقى انا كده جاي على جوزي في المصاريف الكتير. يا ريت تقولوا لي انا صح ولا غلط. ولا ايه رايكم احلى متابعين في الدنيا؟ لو فضلت الفيديو لحد دلوقتي يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، وما تبخلش عليها بلايك. وشكرا لاحلى متابعين في الدنيا.